السلام عليكم ورحمة الله. شايفين العظمة دي؟ النهاردة جايبه لكم هدية. هنعمل الحاجات الحلوة دي بتتبيلة واحدة زي ما انتوا شايفين. معانا بصلة متوسطة وفلفل ألوان حلو. ممكن نزود فلفل أخضر حامي لو احنا بنحب الحاجة حامية، مع فصين توم، وهنديهم لفتين 3 كده في الكبة الصغيرة أو محضرة الطعام. ودوت الأساس بتاع التتبيلة بتاعتنا. بعد ما بيتفرموا كويس قوي على حسب ذوقك، سواء كان ناعم او نص نص زي ما انت عاوزة، بنبدأ بقى نضيف عليهم البهارات والحاجات اللي انت بتحبيها برضو. بس التركة او الحاجة اللي انا بضيفها مختلفة، هتشوفيها معانا دلوقتي في الفيديو. اتمنى ان هي تعجبكم، ولو عندكم افكار تانية برضو شاركوني بيها. انا بشكر كل حد اضاف للفيديوهات بتاعتي واقترح عليا اقتراحات جديدة. وفي الفيديو ده في اقتراح جديد، واحدة صديقة عزيزة ليا صاحبتها في الامارات شافت الفيديو واقترحت عليا بالنسبة للاير فراير اقتراح، والنهاردة انا هضيفه معاكم وهنشوف الطريقة اللي هي اقترحت عليا. فياريت اي حد عنده فكرة جديدة ما تبخلوش عليا تكتبولي ان ممكن نضيف كذا او نعمل كذا او نعدل في الوصفة كذا. انا برحب بكل الاراء. ادينا هو اتخلصنا من الفرم، هنبتدي بقى نضيف التوابل زي ما احنا عاوزين. هبدأ معكم ب طبعا الملح والكمون والقرفة. القرفة دي حاجة اساسي عندي في اي تتبيلة، بتدي ريحة وطعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين الكمية مش كتيرة بس هتكفي وزيادة. فادينا هو معانا نص ليمونة وملح وجنزبيل مطحون. هنضيف من كل حاجة كده معلقة معلقة ونص، ونبدأ نقلب. ادي الجنزبيل، وبعد كده الفلفل الاسود. هو الحاجة الوحيدة اللي مش بكتر منها قوي علشان ما تغمقش معايا الفراخ او الديك الرومي او اي حاجة انتي ناوية تعملي بيها او مشاوي. ادي القرفة اهي معلقة صغيرة، وهنزود كمان نعناع بفركه كويس بصوابعي عشان انعمه. وهحط توابل فراخ، وكمان بابريكا، ولو عايزة تضيفي شطة زي ما قلنا لو بتحبي الحاجة حامية حسب رغبتك. والكمون معانا برضو. وهنا بقى هقول لكم على الطريقة بتاعتي اللي انا بزودها. لو عندك زبادي او كريمة زي ما احنا شايفين دبل كريم، بتزوديها معلقتين مش كتير. ودي نص ليمونة بنعصرها. وكمان معانا معلقتين زيت زيتون، ده بيخلي الحاجة معاكي طرية سواء كنتي بتشويها او في الفرن، بحيث ان اللحمة ما تنشفش منك وتفضل اللحمة طرية وفي نفس الوقت مستوية. فهنزود معانا زيت الزيتون، وبعد كده بنقلبها كويس ونبدأ بقى نتبل بيها الفراخ بتاعتنا او اللحمة او الديك الرومي او المشاوي. فزي ما احنا شايفين هنقلبها كويس. واحنا بنتبل الفرخة خدي بالك جدا انك انتي بتتبليها حتى من جوه تحت الجلد، علشان اللحمة بتاعت الفرخة تاخد الطعم بتاع التتبيلة. لو عندك وقت ومش مستعجلة تقدري تتبليها وتسيبيها ساعتين قبل ما تحطيها في الفرن او تشويها في الاير فراير. زي ما انتم شايفين انا عندي فرخة صغيرة مش كبيرة، ببتدي بعمل فيها فتحات عشان تتشرب التتبيلة. وزي ما قلت لكم هنعمل بايدينا تحت الجلد كمان علشان خاطر نتأكد ان هي اتشربت التتبيلة كويس. فهنبدأ بقى مع بعض نتأكد ان هي في كل حتة في الفراخ. وبعد ما بنتخلص من يعني مش هنستعمل كل التتبيلة دي لانها هتبقى كتير. ممكن اسيب اللي اتبقى اشيله عندي في التلاجة في برطمان صغير او في علبة بلاستيك صغير. بنبتدي دلوقتي نتبل كويس ونحط في كل فتحة وكل جزء من الفرخة اهو تحت الجلد. بنحشي التتبيلة تحت الجلد عشان الصدر يتشرب كويس.
ودي برضو من التركات اللي اتمنى انكم تستفيدوا منها، علشان يعني يمكن يكون في حد بيتبلها بس من فوق، وبعدين في الاخر الجلد بيترمي وطعم الفرخة من جوه مبقاش متشرب بالتتبيلة. فدي برضو فكرة من الافكار اللي بتخلي اللحم نفسه بتاع الفرخة يتشرب معايا. اهو بفتح برضو تاني هنا الجلد وببدأ احط التتبيلة من جوه. زي ما احنا شايفين الكمية كفت وفاضت، والباقي ده انا هشيله عندي في التلاجة، وهنبتدي بقى مع بعض نشوف هنسويها ازاي. زي ما قلت لكم ليا صديقة غالية عليا قالت لي ان صديقتها من الامارات شافت الفيديو بتاع الاير فراير، وازاي ان انا هحط لكم برضو الفيديو دوت في صندوق الوصف، ازاي ان انا كنت بشرح لكم فيه ازاي ننظف الاير فراير بسهولة وبسرعة. فهي اقترحت عليا انه بدل ما نغسل وندعك وكده ونسخن المية في الفراير، بنحط ببساطة جدا ورق اللي هو بيتعمل فيه المخبوزات. هحط لكم برضو الصورة اللي هي بعتتها لي. انا بشيل طبعا الشبكة اللي في الاول دي عشان تديني وسع اكتر في الحلة بتاعة الاير فراير. اهو انا جبت ورق المعجنات دوت، وادي اهو جبت لكم جزء برضو من الفيديو بتاع تنظيف الاير فراير. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وادي الصورة اللي هي بعتتها لي علشان استعملها. فانا استعملت ورق الزبدة بداله، حطيته على قد الاير فراير. وهنبتدي نحط بقى الفرخة بتاعتنا ونشوف هنسويها ازاي. اول حاجة انا بحطها على وشها علشان احمر الظهر في الاول، وبعدين لو انتي بتحطيها في الفرن بتاخد منك ساعة ونص بالكتير، هتطلع معاكي حلوة قوي وزي الزبدة. في الاير فراير تقريبا بتاخد ساعة الا ربع او ساعة الا تلت. فبحطها انا على وشها في الاول، وبضيف معاها انا في الفرن بحط البطاطس كاملة علشان بتاخد وقت مع الفويل بتتهري. فانا جربت كده، دي اول مرة احطها في الاير فراير بحالها مع الفرخة، فهنشوف في الاخر هتطلع معانا ازاي. بقصقص بقى الزيادات بتاعة الورق عشان مفيش حاجة تتحرق مني، وببتدي احطها على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. بس انصحكم ان انتوا تحطوها على 160 لمدة 30 دقيقة، وهنشوف دلوقتي مع بعض ليه انا قلت لكم كده. بنبدأ بقى اثناء ما الاير فراير شغالة بنعمل شوية بامية بقى كده ارديحي من غير لحمة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين بنحط رشة ليمون علشان نحافظ عليها ما تكونش ملزقة ولا بتمخط مننا. يعني نرجها شوية كده، ما بنشطفهاش بقى خلاص، بنسيب عليها رشة الليمون ده. وبنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها البامية، بنحط بس معلقة سمنة، ما بنعملش بصلة وتقلية. دي بقى بصراحة وصفة ماما حبيبتي ربنا يخليها لي ويديها الصحة، لان في الاول لما كنت بعملها بالبصل كانت الصلصة بتاعتها بتتقل وكانت بتبقى طعمها تقيل، ما كانتش يعني بصراحة بتبقى حلو. فبنسيح معلقة السمنة وبننزل بقى بالبامية لحد ما لونها يدبل شوية. بعد ما تسيح المعلقة بتاعتنا بنروح نازلين على طول بالبامية، ما بنعملش بصلة زي ما قلت، لحد ما البامية بتاعتنا تاخد لون اخضر فاتح شوية، تغير لونها يعني، وهي كمان بتنزل المية بتاعتها. وفي اثناء ما انا سايباها دلوقتي على النار بغسل شوية رز بسمتي وبسيبهم في ميتهم برضو نص نص، ما يعني بشطفهم الاول وانزل المية، وتاني مرة ما بنزلش المية كلها بسيبهم شوية. فاثناء ما انا بسيب البامية بتاعتي على النار مع السمنة، لسه ما حطيتش صلصة ولا حاجة، هعمل حكاية الرز ده. فهجيب حوالي معلقة ونص رز بسمتي، هحط الحلة بتاعتي على النار برضو، هحط معلقة سمنة وهحط شوية شعرية، وهستنى لما الشعرية تديني لون ذهبي شوية، وبعد كده هبتدي انزل بالرز. بس بقى هحوش المية اللي انا كنت مخليها فيه شوية. كمان اقول لكم على سر كمان، انا لما بحط مية الرز بحطها مغلية من الكتل، ما بحطهاش من الحنفية،
ده برضو بيوفر معايا في الوقت، ومفيش نص ساعة بيكون الرز خلصان ومستوي. ادي البامية معانا ابتدت تبقى لونها فاتح شوية، بقلبها كويس ونبتدي بقى ان احنا نحضر الصلصة بتاعتنا. انا صلصة البامية عملت يعني تقريبا كوباية عصير طماطم، مش كتير، كوباية صغيرة، وعليها ربع كوباية من الصلصة الجاهزة، بخفها بالمية وبحط كل دوت عليها، وشوية ملح وفصين توم، وخلاص كده تعتبر البامية بتاعتي خلصت. فزي ما انتوا شايفين، وكمان الشعرية بتاعتي هي ابتدت تاخد لون، فهاخد بالي طبعا ان انا الحقها علشان ما تحمرش مني او تتحرق مني فجأة. فبعد ما بنخلص الخطوتين دول بنغطيهم وبنسيبهم لما يغلوا شوية الحلتين، وبنبتدي بقى نبص على الفرخة بتاعتنا نشوفها اخبارها ايه. زي ما احنا شايفين نزلت الرز بتاعي، وهبتدي احط عليه المية بتاعة الكتل المغلية، مش هحط عليه مية من الحنفية. وما بقلبش الرز كتير، هو مجرد تقلبتين اول ما احط المية والملح، وبعد كده بسيبه خالص لحد ما يستوي. حطيت المية المغلية وحط له معلقة الملح واقلبه وخلاص، بعد كده ما بحطش ايدي فيه تاني علشان متهريش مني ويعجن. كده يعتبر الاكل بتاعنا تقريبا خلص، ما خدناش وقت، يمكن كل الموضوع على بعضه بياخد ساعة، ساعة ونص بالكتير قوي. انا لما بكشف على الفراخ بعد كده، لما بطلعها بعد اول تلت ساعة، ببتدي ان انا اقلبها بقى على الناحية التانية، وبعد ما بتغلي حلة البامية وحلة الرز وبتشرب، بنقل الرز على اصغر عين عندي في البوتاجاز وبحط له الصاج عشان ما يلزقش، وكذلك البامية برضو بحطها على نار هادية وعلى عين اصغر عشان ما تغمقش مني. لما شفت الفرخة عندي لقيت لونها يعني مش هو ده اللون اللي انا عاوزاه، طلعت يعني اغمق شوية، فهحط لها شوية صلصة وهقلبها على الناحية التانية. وعلشان كده قلت لكم احسن ان احنا نحطها على نار اهدى، بدل 180 نخليها 160، ونزود الوقت علشان تستوي كويس، لان الاير فراير يعني بتكون برضو مش زي الشواية بتاعة الراجل في المحل او بتاعة الفرن، فناخد بالنا من تظبيط الحرارة والوقت بتاع تسوية الاكل. بحط لها شوية صلصة صغيرين عشان تديها لون احمر بدل ما تسود زي الظهر. كده خلاص انا الاكل بتاعي تقريبا جاهز. دلوقتي بقى هنشوفها اهيت بعد ما عدت اول نص ساعة اهوت، ادي النص ساعة و160. شايفين بقت احمر اللون بدل اسود، وبقت شكلها يجنن، لكن البطاطس للاسف ما استوتش كويس. فعلشان كده المرة الجاية لو حابين انتوا تعملوا نفس الوصفة دي، تقطعوا البطاطس صغير. وادي الرز بتاعي اهوت اتشرب وبقى جميل، وكل واحدة مخصمة التانية، مفيش اي مشاكل. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وادي البامية زي الفل، وبالهنا والشفا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو في اي حاجة حابين تضيفوها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل حاجة جديدة. دي الخطوة بتاعت الثوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.